حبايبي، قبل ما يبدأ المسلسل تعالوا بينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم معايا ملخص لمسلسل تايلاندي جديد اسمه عزيزي دونوفان. مسلسلنا النهاردة بيتكلم عن بنت بسيطة جدا وبتشتغل مدرسة انجليش، وبالصدفة بتتعين مترجمة لعارض اعلانات مشهور جدا. بس تفتكروا هتقع في حبه ولا هو اللي هيقع في حبها؟ طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للاخر ويلا بينا. يبدأ مسلسلنا بدانون اللي بيكون عارض اعلانات في تايلاندا، لكن عايش حياته في امريكا وبيصور اعلانه لمنتج معين، وبيخلص تصوير وبيطلع من اللوكيشن. وفي نفس الوقت بام بتكون قاعده مع مامتها اللي بتفضل تقنعها انها تشتغل معاها في شركه الازياء، مترجمه لدانون يعني، بما انها ميس انجليش. لكن بام ما بتكونش موافقه انها تشتغل معاها بسبب الخلافات اللي بينهم، بس بعد الحاحها بتضطر انها توافق، وبعد ما بتلاقي المرتب بتاعها كبير عشان هتقدر تجيب بيه هديه عيد ميلاد جدها. وبعد كده بام بتحكي عن حياتها وبتقول انها عاشت مع جدها وجدتها، ده بعد مامتها ما اتخلت عنها وسابتها لهم عشان تشوف حياتها هي. ومن اللحظه دي جدها طلع مامتها من حياته خالص. وبتروح بام على السوبر ماركت وبتشتري شويه حاجات للبيت، وبيكون صاحب السوبر ماركت هو اللي مأجر البيت بتاعهم، الشاب الوسيم داوود اللي بيكون معجب ببام جدا. لكن بام بتتعامل معاه على انه صديق، وبام بتسأله على هديه تجيبها لجدها، وبيقترح عليها انها تجيب له تاب عشان يلعب عليه، يعني بما ان جده هايف قوي بيحب الالعاب. وبترجع بام على البيت وبتعرف جدتها انها تشتغل مترجمه لعارض ازياء مشهور جدا، بس بيحاولوا يخبوا الموضوع عن جدها لانه لو عرف انها تشتغل مع مامتها طبعا هيرفض. وبتقول لها ما تفرحيش قوي كده عشان جدك ما بيحبش الاجانب. طب يا جدو بتحب ايه بالظبط؟ وفي مكان تاني الام بتكون مع المساعد بتاعها وبيخططوا عشان يطفشوا الزبونه الجديده اللي بيكون اسمها جيني، لان التعامل معاها بيكون صعب جدا. وبتكون خطتهم عن طريق انهم يفرضوا عليها بنود قاسيه جدا في الاتفاق، لكن بالعكس جيني بتوافق على كل البنود بكل سهوله خالص. وتاني يوم بام بتحضر نفسها وبتروح اول يوم شغل مع دانون، وبتكون واقفه في اللوكيشن وبتخبط في دانون بالغلط وبتتعرف عليه، وتقريبا كده بتعاكسه في سرها وماله مش عيب، وبتعرفه على نفسها. فبتلاحظ انه مغرور جدا بعد ما بيمشي وبيسيبها. وفي اوضه الميك اب بام بتكون قاعده جنبه، لكن دانون بيلاحظ انها بتصوره وبيروح يشتمها وياخد منها الموبايل وبيمسح الصور ويمشي، وده بيضايق بام جدا. وفي الوقت ده مامتها بتكون بتصور اعلان مع جيني وبيحصل مشكله، وجيني بتطلب انها تغير العارضين بتوعها، وبتختار دانون وجيني العارضين اللي هيمثلوا الاعلان. وبتتصل على بام اللي بتكون مش طايقه نفسها وعاوزه تسيب الشغل بعد معامله دانون معاه، لكن بتلاقي مامتها بتقول لها هاتي دانون بسرعه على مكان التصوير اللي هبعتلك موقعه باي طريقه. وفعلا بام بتروح تقنع دانون ان هو يروح معاها مكان التصوير، وبتاخده من لوكيشن التصوير للمكان اللي مامتها بتصور فيه مع جيني. واول ما جيني بتشوف دانون عينيها بتطلع قلوب، رغم انها كانت متضايقه جدا لكن بتتغير خالص وبتكون هاديه، وده طبعا بسبب اعجابها بدانون. ده انت ساحر بقى. وبيطلبوا من دانون ان هو يغير لبسه، ومامة بام بتطلب منها انها تهتم بدانون لحد ما يخلصوا تصوير. ودانون بيروح المكان اللي هيغيروا فيه اللبس، وبيلاقي جيسي العارضه اللي هتشاركه في الاعلان، وبيكون باين عليه انه مش طايقها ابدا رغم انها بتحاول تتقرب منه. وبيقول لها انا لو اعرف ان التصوير هيكون معاك انت انا ما كنتش جيت ابدا. اظن مفيش احراج اكتر من كده. وبعد شويه بيبداوا التصوير، وجيني بتكون متضايقه جدا من جيسي بسبب تصرفاتها مع دانون اللي بتكون معجبه بيه طبعا. وبعد التصوير المدير بيروح يعرف دانون ان في تصوير بكره كمان ولازم يفضلوا في الفندق النهارده، وجيني عازمه دانون بكره على العشاء بالليل. وطبعا بام لازم تفضل في الفندق مع دانون زي مامتها ما طلبت منها. وبعد شويه بام بتلاقي الجرسون بيخبط على الباب وبيكون جايب لها وجبه عشاء بتكون بامر من دانون، وبتاخد الوجبه وبتدخل عشان تاكلها. وبتفكر مع نفسها وبتقول ان دانون ده شخص لطيف جدا، وبتقرر انها تتمسك بالشغل معاه بعد ما كانت اصلا عاوزه تسيب. وبعد شويه بتلاقي صوت جاي من البلكونه، وبتبص وبتلاقي دانون واقف على سور البلكونه، وقبل ما يقع بام بتدخله من البلكونه وبتساله مش انت كنت بتتعشى مع الفريق تحت؟ وبيحكي لها دانون وبيقول لها ان هو نزل يتعشى معاهم، لكن جيني وجيسي فضلوا يتخانقوا عليه لحد ما سابهم ومشي. وفجاه بيلاقوا جيسي بتخبط على الباب، وبتكون عاوزه دانون اللي بيحكي لبام ان هو هربان من اوضته بسببها بعد ما راحت جابت مفتاح اوضته من المدير. وبيقول لبام مشيها باي طريقه، وبتطلع بام وبترد عليها وبتحاول تتوه في الموضوع، لكن بام ما بتعرفش تكذب خالص. فبتحس جيسي ان في حاجه غلط، وبتدخل الاوضه وبتلاقي دانون وبتفهم ان في بينهم علاقه، ودانون بيأكد لها ده عشان يخليها تمشي وتسيبهم. يا رب تحس يا لازق. وفعلا جيسي بتمشي وبتسيبهم وبتروح على اوضته، وبكده دانون ما بيعرفش يرجع على اوضته تاني، وبيضطر ان هو يفضل في اوضه بام. وبيتفقوا ان دانون هينام على الكرسي وبام هتنام على السرير، وفعلا بتنام بام. وبعد شويه بتصحى
بتصحى وبتلاقي دانون مش نايم، وبتروح تتكلم معاه وبتعرف انه عنده صعوبة في النوم، وبتكون عاوزة تسأله هو ليه محتاج مترجمة تشتغل معاه رغم ان اللغة بتاعته كويسة جدا. ودانون بيقول لها اصلا انا كنت محتاج مديرة اعمال اصلا مش مترجمة. وهنا بام بتفهم ان مامتها خدعتها علشان يفضلوا يتكلموا مع بعض، وبيفضلوا يتكلموا سوا وبيعجبوا ببعض. وتاني يوم بينزلوا للتصوير، وبام بتروح لمامتها وهي متضايقة وبتكون عاوزة تعرف هي خدعتها ليه، لكن مامتها بتفضل تضيع في الكلام وبتبعت لها فلوس علشان تفضل شغالة معاهم. وبترجع بام البيت وبتلاقي جدها قاعد زعلان منها لانها نامت بره البيت، وبتضحك عليه كلمتين بمساعدة جدتها، ده انتوا عيلة نصابة بقى. وتاني يوم بام بتاخد جدتها وبيروحوا على المول عشان يحتفلوا بعيد ميلاد جدها، والجد بيروح يتمشى لوحده شوية وبيقابل طفل جميل جدا وبيسأله على حاجة، وبعد شوية بيلاقي مامة بام جاية بتقف مع الولد ده وباباه كمان. وهنا بيعرف ان بنته اللي ما يعرفش عنها حاجة من سنين متجوزة وعندها ولد، والجد بيتعب من الصدمة وبيتنقل على المستشفى بسرعة، وبيكون بمساعدة دانون اللي بيظهر لهم فجأة وبيفضل معاهم في المستشفى لحد ما بيروح يجيب حاجة يشربها. لكن داوود بيعرف بتعب جدها وبيجي بسرعة عشان يطمن عليه. وهنا دانون بيرجع لبام وبيلاقيها واقفة مع داوود وبيفهم ان في بينهم علاقة، فبيسيبهم مع بعض وبيمشي. وبعد شوية الدكتور بيجي وبيعرفهم حالة الجد وبيقول لهم ان هو محتاج عملية، والكل بيدخل يطمن عليه بما فيهم بنته اللي بتقوله انها تتكفل بفلوس العملية. فالجد بيتعصب جدا لدرجة انه بيغمى عليه بعد ما بيشرط عليهم انها ما تدفعش فلوس العملية ولا عاوز حتى يشوف وشها تاني. هدي اعصابك هتروح مننا. واخر اليوم بام بتقعد تعيط بسبب اللي حصل مع جدها، وبتتفاجئ بوجود دانون اللي بيكون لسه موجود وبيعرض عليها تكمل شغل معاه كمديرة اعمال. ده طبعا بعد ما بيكون عارف بموضوع العملية علشان تقدر توفر فلوس العملية. وبام بتوافق لكن بتفضل تعيط بسبب حالة جدها. وبترجع بام لجدتها وبتعرفها انها بتشتغل في شركة مامتها علشان تقدر توفر فلوس العملية لجدها، وبتعرف جدها كمان علشان ما يقلقش عليها. وبترجع بام تقعد مع داوود وبتعرفه انها هتبدأ تشتغل مع دانون، وبيكون خايف انها تكون معجبة بيه، لكن بام بتأكد له انها مش معجبة بدانون خالص ولا معجبة بداوود. ايوه اللي هو انت يعني، ده قصف جبهة بقى. وبالليل دانون بيفضل يحلم بصاحبته ماريا، وتقريبا بتكون مفقودة وعنده أرق من النوم بسبب اختفائها. وتاني يوم بام بتقوم تحضر لبسها وبتروح عند مامتها في الشركة عشان تعرفها تشتغل ازاي. وبتروح بام على بيت دانون عشان تصحيه ويبدأ يوم. وفي البيت بتتفاجئ بكمية منوم رهيبة في الباسكت، ده معناه ان دانون خدها كلها. وبتستغرب وقت ما بتفتكر ان دانون قال لها انه مش بيعرف ينام بسهولة، وبتفهم انه عنده مشكلة نفسية هي اللي وصلته ان هو ياخد كمية المنوم دي كلها. وبعد شوية بيروحوا على مكان التصوير وبيركنوا العربية في الجراج، وهناك بيقابلوا جيسي اللي بتكون جاية بعربية بسرعة كبيرة جدا وكانت هتخبط بام، لكن دانون بيلحقها. وهنا دانون بيعرف ان جيسي هتصور معاه الاعلان ده كمان. هي دي النيلة. وبيطلع دانون وبام علشان التصوير، ودانون بيروح يغير لبسه. وهنا جيسي بتيجي وبتطلب من بام انها تجيب لها حاجة من العربية بما انها مش بتعمل حاجة يعني. وجيسي بتستغل ان بام وافقت وبتفضل تبعتها مشاوير كتير لحد ما رجل بام بتتعبها جدا من الشوز الجديدة. وبيجي وقت التصوير وبام بيكون جنب دانون اللي بيقلع السلسلة بتاعته وبيلبسها لها عشان ما تضيعش. وبعد التصوير بيكونوا طالعين مع بعض، وفجأة دانون بيتشبه على البنت دي انها ماريا وبيفضل يجري وراها لحد ما بيعرف انها مش هي، وبيكون واقف في نص الطريق. وبتكون العربية دي قربت انها تخبطه، لكن بتيجي بام وبتبعده عنها بالرغم من ان بام رجلها بتكون تعبها جدا، الا انها ما بتحسش بالتعب في الوقت ده وبيكون كل همها انها تنقذ دانون. وهنا دانون بيعرف ان بام رجلها مجروحة وبيضطر ان هو يشيلها عشان يعدوا الطريق، وبيبدلوا الشوز بتاعهم مع بعض عشان تقدر بام انها تمشي، وده بيخلي بام مبسوطة جدا. وبتوصل بام دانون على البيت وبتروح على بيتها، وبتلاقي جدتها كاتبالها على شوية طلبات علشان تجيبها من السوبر ماركت بتاع داوود وهي راجعة يعني. بس بيتعرض لها 2 شباب سكرانين خالص وبيحاولوا انهم يتحرشوا بيها. وهنا بيجي دانون وبيضربهم لحد ما بيبعدوا عنها. سيد الرجالة والله. لكن فجأة دانون بيفتكر نفسه وقت ما كان بيضرب شخص بنفس القوة دي وبيكون منهار جدا، وبيحضن بام لحد ما بيهدى خالص وبتشكره ان هو ساعدها. وهنا دانون بيقرر ان هو يوصلها لحد البيت وبيقلع الجاكيت بتاعه وبيحاول يلم الحاجة اللي وقعت في الارض. وفي الطريق بيعرفها ان هو كان جاي علشان ياخد السلسلة بتاعته منها، وبتتصدم بام وبتبدأ تدور على السلسلة ومش بتلاقيها، وبتفتكر انها ممكن تكون وقعت منها وهي في السوبر ماركت، وبتقوله انها هترجع تجيبها. وهوب بتلاقي داوود جاي يديلها السلسلة، وللأسف بيتعامل مع دانون بطريقة مش كويسة خالص. وبام بترجع على البيت وبتلاقي جدتها جت وبتحكي لها على اللي حصل معاها وبتدخل تنام.
وتاني يوم الصبح بتصحى وبتتصل على دانون علشان تصحيه من النوم على ما هي تروح عنده. وبعد شوية بتوصل عنده وبتلاقيه بيتمرن على الإعلان الجديد وبيدخل الحمام علشان ياخد شاور. وبام بتستغل ان هو مش موجود في الأوضة وبتدور على أي حاجة توصلها للبنت اللي اسمها مكتوب على السلسلة، وبتلاحظ شنطة هدايا موجودة وبتتأكد ان البنت دي حبيبته وجايب لها هدية. يا سلام على عقل البنات ما بيشتغل. وبيطلع دانون بعد ما بياخد الشاور بتاعه وبيبدأ يجهز علشان يروح على التصوير، لكن دانون بيكون جايب لبام شوز جديدة بدل اللي تعبت رجليها، لكن بام بتكون رافضة انها تاخدها لانها بتكون غالية جدا، بس دانون بيصر عليها انها لازم تلبسها. وبيفضلوا يبصوا لبعض كده، قول لها بحبك بقى. وبام بتلاقي مامتها بتتصل عليها وهي متعصبة وبتقول لها تيجي الشركة، ودانون بيروح معاها لكن بيستناها على الباب. وبتدخل لمامتها اللي بتكون متضايقة بسبب الصور اللي اتنشرت عنها وقت ما كان شايلها في الشارع، وبتحاول بام انها توضح لها اللي حصل وقتها، لكن مامتها مش بتصدقها وبتفضل تزعلها قدام كل الموجودين لان الصور دي سببت لها مشكلة في الشركة. وبتتضايق بام وبتطلع على السطح وبتفضل لوحدها بعد ما بتحس ان الشغل مهم جدا لمامتها اكتر منها، وبتفتكر ايام طفولتها وقت ما كانت عايشة مع جدها وجدتها ومامتها كانت بعيدة عنها خالص. وهنا بيجي دانون اللي بيعرض عليها انه يفضل معاها عشان يخرجها من الحالة اللي هي فيها، وبيطلب منها تروح معاه مكان عشان يخرجوا من الحزن اللي هم فيه. وفعلا بام بتروح معاه علشان يلعبوا وتخرج الطاقة اللي جواها، وبام بتكون مبسوطة جدا باهتمام دانون بيها. وبيخلص اليوم على كده وبيكونوا مبسوطين سوا. ومن اليوم ده بيبدأ قرب دانون من بام لانهم بعد ما بيروحوا البيت بيفضلوا يتكلموا طول الليل. وبام بتستغرب قرب دانون منها وبتسأله على ماريا وبيعرفها انها اخته وبيدور عليها بقاله سنتين. وهنا بام بوشها بيطلع قلوب لما بتعرف انه مش مرتبط، وبيفضلوا يتكلموا لحد بام ما بتنام على نفسها خالص، عادي يعني احنا بنتنا بتنام في اي وقت. وتاني يوم بام بتصحى من النوم وبتشوف الخبر اللي اتنشر عنها هي ودانون، لكن بتلاقي الخبر اتمسح وما بتكونش عارفة ان دانون هو اللي مسح كل الاخبار دي. وبعد شوية بتلاقي دانون جاي عندها البيت علشان ياخدها معاه لانه بيكون رايح يدور على اخته، وفعلا بتروح معاه وبيقعدوا مستنيين انهم يشوفوها. والوقت بيعدي ومفيش اي حاجة بتحصل لدرجة ان بام بتنام على نفسها برضه. تاني البنت دي اسمها الحقيقي غيبوبة اصلا. وبعد شوية بيجيبوا اكل وبياكلوا مع بعض، وهنا بام بتعرض عليه فكرة تساعده انه يلاقي اخته وبتقوله انهم ينشروا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي. ودانون بيوافق وبيرجعوا على البيت وبيبداوا ينفذوا الخطة بتاعتها، وبينزلوا صور وفيديوهات لدانون وهو بيتكلم عن اخته وبينشروها عشان لو حد يعرفها يتواصل معاهم. واخر اليوم دانون بيروح يقابل جيني اللي بتكون ساعدته انها تشيل الاخبار عن بام مقابل ان هو يخرج يتعشى معاه، لكن بيلاقي جيني بتقرب منه بس دانون ما بيكونش حابب قربها ده. والمفاجأة بقى ان جيني بتكون حاطاله منوم في المشروب بتاعه وما بيكونش قادر يتمالك نفسه. وفي الوقت ده بتكون بام قاعدة مع داوود وبتلاقي اتصال من دانون اللي بيقول لها تنقذه وبيبعت لها المكان اللي هو موجود فيه، وبيكون باين عليه قد ايه التعب من كتر تأثير المخدر اللي هو واخده، وبيكون مستخبي من جيني بعد ما بيكون ضربها، لكن بيقدر ان هو يهرب منها. وللأسف بيلاقي رجالتها بتجري وراه علشان عاوزين يمسكوه. وهنا بقى بتظهر قوة دانون وبيقدر ان هو يضربهم كلهم. وفي الوقت ده بتيجي بام وداوود كمان معاها وبينقذوه من جيني بعد ما بيصوروها وبيقرروا انهم هيكشفوها لو قربت منهم. وفعلا جيني بتخاف وبتسيبهم يمشوا. وفي الطريق دانون بيلاقي رسالة من جيني وبتقوله انها مش هتسيبه في حاله ابدا، ودانون بيكون مش عاوز يروح على بيته لانها هتطرده. وهنا داوود بيعرض ان دانون يروح يبات عنده في البيت، ودانون بيوافق وبيوصلوا البيت وبيكون دانون استعاد وعيه وقعد يتكلم مع داوود على بام، وكل واحد بيفضل يضايق التاني لانهم بيكونوا معجبين بيها لحد ما داوود بيضايق دانون وبيعرفوا ان جدها مش هيقبل بعلاقته من بام اصلا يعني لان هو اجنبي وجدها ما بيحبش الاجانب. ودانون بعد كل اللي حصل له في يومه ده بيروح ينام. وتاني يوم بيلاقي اتصال من مامة بام وبتكون متضايقه لان جيني بتكون قلبة الدنيا بسبب اللي حصل. وبام ودانون بيروحوا الشركه عشان يتكلموا معاها وبيلاقوها بتتكلم بطريقه وحشه جدا وبتعرفهم انها لو خسرت زبونه زي جيني شركتها هتقع. ودانون بيحكي لها على كل اللي حصل عشان تتعاطف معاه، لكن هي مين دي جبروت وبتفضل تزعق لهم برضه. وبتضطر بام انها تدخل عشان تهدي مامتها، لكن مامتها بتتعصب عليها اكتر. وهنا بام بتقول لها انت عمرك ما عملتيني على اني بنتك، والافضل بقى ان احنا نبعد عن بعض تاني. وهنا مامتها بتضربها بالقلم وبام بتقرر انها تسيب الشغل عشان ترتاح من المشاكل. يلا يا اختي اتبسطي، سابت لك الدنيا كلها ومشيت. وبيروح وراها دانون عشان يهديها، لكن
بتتعامل معاه بطريقة وحشة، وبيفهم دانون إنها مش حابة وجوده معاها أصلا وبيسيبها ويمشي. لكن بام بتلاقي اتصال من داوود اللي بيكون نقل جدها للمستشفى بعد ما كانت اتحسن أصلا، وبتروح جري بام على المستشفى وبتكون مستنية تطمن على جدها. وبعد شوية بتكون عاوزة تروح على البيت عشان تجيب شوية حاجات من البيت. طبعا ما هم شكلهم مطولين في المستشفى، وداوود بيروح معاها لأن نفسيتها بتكون تعبانة جدا بسبب مرض جدها وبتفضل تعيط، وداوود بيديها ظهره علشان تاخد راحتها في العياط. عيطي براحتك بقى يا ماما. لكن هنا بيشوفهم دانون وبيكون متضايق جدا، وبترجع بام المستشفى مع داوود وبتلاقي مامتها قاعدة مع جدتها اللي بتكون جاية عشان تطمن على باباها، وبتطلب من بام انها تتكلم معاها وبتعتذر لها على اللي حصل. لكن بام بتكون مصممة انها تسيب الشغل وبتدي لمامتها التاب اللي بتشتغل عليه. كده بيتك قطعنا العلاقات. وبعد شوية الدكتور بيطلع وبيطمنهم على حالة جدها، لكن بيقول لهم ان هو محتاج يفضل في المستشفى، وبام بتكون عاوزة ترجع البيت لان وجودهم في المستشفى ما عادش له اي لازمة. وتاني يوم بام بتلاقي دانون ولا اهتم بيها ولا اتصل يسأل عليها، وبتتصل عليه لكن بتلاقي ان اسلوبه متغير معاها بسبب اللي حصل امبارح. وبام بتعرفه انها سابت الشغل وبتكون مستنية ان هو يتمسك بيها، لكن بتتفاجئ ان دانون موافق على قرار الاستقالة بتاعتها، وبتقفل بام السكة وبتكون متضايقة جدا بعد ما بتحس ان علاقتها بيه انتهت خلاص. والله هي كانت لحقت تبدا اصلا يا بنتي. وبتروح بام لجدها المستشفى عشان تطمن عليه، وبتعرفه انها سابت الشغل، وجدها بيكون مبسوط جدا لانها هتكون جنبه ومش هتضطر تتاخر بالليل، والجد صحته بتتحسن جدا. وبيرجع البيت وبام بتلاقي اتصال من مامتها وبتعرفها ان في ناس بتكلمها علشان الفيديو اللي نشروه عن ماريا اللي هي اخت دانون، وبتطلب منها انها تجيب دانون وتيجي الشركه. وبام بتروح عند دانون البيت لكن بتلاقيه مكتئب جدا بسبب اللي حصل، فبتطلب منه انه ياخد شاور على ما تروق البيت، وبتقعد تحلق دانه وبتكلموا عن اللي حصل بينهم، وبيرجعوا مع بعض تاني كأن مفيش اي حاجه حصلت خالص. ايوه كده، يلا بقى قول لها بحبك. وبام ودانون بيروحوا على الشركه وبيلاقوا بنات كتير جايه تقول انهم يعرفوا اخته، لكن البنات بيكونوا جايين اصلا عشان يقربوا من دانون. وبام بتلاقي دي متردده انها تدخل تتكلم، وبام لما بتروح تتكلم معاها بتسيبها وبتمشي، لكن بام ما بتهتمش. وبعد شويه بتلاقي جيسي جايه وبتقول لها انها تعرف اخته ومتصوره معاها كمان، ولو حابب يتاكد يروح معاها البيت علشان يشوف الصور. ورغم ان دانون ما بيكونش مصدقها الا انه بيضطر يروح معاها، لكن المفاجاه بقى انه بيلاقي صوره لاخته فعلا وبتكون فعلا معاها، وبتقوله انها كانت صاحبتها زمان لكنها ما تعرفش عنها اي حاجه دلوقتي، وما تعرفش انها اخت دانون اصلا. وبيمشي دانون من عندها وهو متضايق، وهنا بام بتفضل تفكر في دانون طول الوقت، وفي نفس الوقت بيكون دانون بيفكر فيها. وبتطلع بام تتمشى وبتقابل دانون بالصدفه، وبيجروا على بعض هما الاتنين وبيعترفوا لبعض بحبهم واخيرا. وهنا بتبدا بينهم قصه حب جميله جدا. وهنا بقى كل السناجل يجمعوا جنبي هنا عشان نعيط سوا. وتاني يوم بام بتروح لدانون البيت وبتلاقيه ظهر من وراها وبيخنقها، وبام بتعضه من ايده. وبعد ما بيقعدوا مع بعض بتساله انت ليه عملت كده؟ فدانون بيقول لها انك لازم تتعلمي اساليب الدفاع عن النفس، وفعلا بياخدها وبيبدا يمرنها علشان تقدر تدافع عن نفسها. وبيكونوا مبسوطين جدا بوجودهم مع بعض، هم مبسوطين واحنا مفروسين. وفي يوم مامة بام بتروح لدانون وبتكون عاوزه تعرف هو ايه علاقته ببام، ودانون بيكون ابن اصول قوي وبيقولها ان هو بيحب بام، لكن بتعرفه ان جدها مش هيوافق على علاقته. واخر اليوم بتروح تتكلم مع بام وبتحذرها ان جدها لو عرف حاجه عن الموضوع ده هيتعب جدا، وبتقولها تاخد بالها من تصرفات دانون لانها ما تعرفش عنه اي حاجه. وبام بتكون متلخبطه ومش عارفه تعمل ايه، وبتروح عند دانون وبيكون باين عليها انها متضايقه جدا. ودانون بيسألها مالك متضايقه ليه، وبيعرف انها متضايقه لانها بتكون خايفه على جدها. ودانون بيطمنها وبيقولها انه مستعد يعمل اي حاجه علشانها في مقابل انها تفضل معاه. وبام بتطلب منه ان علاقتهم محدش يعرف بيها حاليا، وبيوافق دانون. وبعد كام يوم دانون بيجيله دعوه لحضور عرض ازياء، وبام بتساعده ان هو يحضر شنطته، وبتكون عاوزه تعرف جيسي هتكون موجوده ولا لا. ودانون بيطمنها انها مش هتكون موجوده، وبيسافر دانون على العرض وبيفضل على تواصل مع بام طول الوقت. وفي يوم دانون بيكون في حفلة مع أصحابه، والمفاجأة بقى إن جيسي بتكون موجودة، ودانون بيكون عارف لكن بيكذب على بام علشان ما تقلقش عليه. لكن في نفس اليوم جيسي بتنزل صور ليها مع دانون، ولسوء الحظ بام بتشوفها وبتفهم غلط وبتفتكر إن دانون بيخونها وما بتثقش فيه. وفي الوقت ده بتكون جيسي بتحاول تقرب من دانون وبتكرهه في بام علشان يفضل معاها هي، لكن محاولاتها كلها بتفشل لأن دانون بيصدها على طول وبيحاول يفهمها إن هو بيحب بام ومش مستعد يخسرها ابدا. يا رب يكون في شويه دم بقى.
وبعد شوية دانون بيكلم بام عشان يطمن عليها، وهنا بام بتعرفه انها شافت صورته مع جيسي، ودانون بيعتذر لها وبيوضح لها هو كذب عليها ليه علشان ما تقلقش عليه، وبام بتتصالح بكل سهولة ولا كأن في اي حاجة حصلت وبتسامحه. طب اعملي زعلانة وخدي موقف شوية. وتاني يوم بام بتكون مستنية دانون في بيته لانه بيكون راجع من السفر، لكن بتلاقي جيسي بتتصل عليها وبتفضل تضايقها وبتعرفها انها قضت وقت لطيف جدا مع دانون، وبام ما بيكونش عاوزه تصدقها لحد ما جيسي بتقول لها انها نسيت حاجه في عربيته لما كانت معاه يعني، وهنا الشك بيدخل قلب بام وبتكون عاوزه تتاكد من كلامها، وبتستنى لما دانون يرجع اللي بيكون وحشها جدا وبتنزل تستقبله. وقبل ما يطلعوا البيت بام بتروح تدور على حاجه جيسي في العربيه، وفعلا بتلاقي حاجه وبتطلع لدانون وبتواجهه باللي عرفته وبتتخانق معاه، لكن دانون بيعترف لها انه زمان كان مرتبط بجيسي لكن انفصلوا من زمان وبيحاول ان هو يبعدها عنه، وبام بتسامحه برضه بكل سهوله. يا بنتي بقى خلي عندك شويه كرامه. وبتساله بام اذا كان في حاجه مخبيها عنها ولا لا، ودانون بيطمنها ان مفيش اي حاجه مخبيها عنها، لكن بيعترف لها انه عنده تصوير مع جيسي ولو عاوزه تطمن يبقى لازم تروح تحضر معاه التصوير، لكن بام بترفض علشان تديله مساحه من الحريه، لكن طبعا الفضول بياخدها وبتروح على التصوير عشان تشوف اللي بيحصل، وهناك جيسي بتشوفها وبتستغل التصوير وبتقرب من دانون قدامها علشان تضايقها يعني، وده بيخلي بام تمشي، وهنا دانون بيشوفها وبيروح وراها عشان يصالحها وبيفهمها انه بيتعامل معاها كويس بس عشان التصوير. وفي يوم دانون بيكون نايم وبيصحى وهو مخضوض وبيفتكر اللي حصل من سنين مع اخته وقت ما كان عايش معاها، ويا دوب بيقدروا يجيبوا فلوس الاكل من خلال مسابقات ملاكمه في الشارع. وفي يوم رجع البيت ولقاها مضروبه وواقعه على الارض، وبيطلع يدور على اللي ضربها فبيلاقي شاب موجود في المكان وبيعرف ان هما اللي ضربوا اخته وبينزل عليهم ضرب لحد ما بيموتهم. وبنرجع للوقت اللي احنا فيه ودانون بيكون مع بام وبيقضوا وقت لطيف جدا مع بعض في المول، وفجأة بام بتتبعت لها صورة لدانون وهو مسجون، وبام بتكون خايفة مش عارفة تتصرف ازاي، ودانون بيفضل يدور عليها في كل مكان لحد ما بيلاقيها وبيسألها على اللي حصل، وقبل ما تقول له بام اللي حصل جدتها بتتصل تطمن عليها وبتكون عاوزة تعرف هي هترجع امتى، وهنا بام بتقرر انها ما تتكلمش مع دانون وانها ترجع بسرعة على البيت، ودانون كمان بيرجع على البيت وبيلاقي جيني مستنياه في البيت وبيكون عايز يعرف هي دخلت البيت ازاي، لكن جيني بتقول له ان في خبر اهم من الكلام ده، وبتعرفه انها وصلت لخبر وجوده في السجن من السنين ونشرت الخبر ده في كل حتة وبتمشي وتسيبه. وبعد ما بيتمشى دانون بيعرف ان بام عرفت الخبر وبيتصل عشان يفهمها اللي حصل، لكن بام بتكون متضايقة منه جدا لانها سألته قبل كده اذا كان في اي حاجة مخبيها عنها ولا لا، وهنا دانون ما بيعرفش يرد عليها وبيعتذر لها وبتنتهي المكالمة بينهم على كده، وكل واحد منهم بيفضل يعيط، وبام ما بتكونش عارفة حاجة عن الصورة وكل واحد منهم بيفكر بطريقته، يعني بام بتفكر انها اتخدعت فيه ودانون بيفكر انه خسر اهم شخص في حياته. وبما ان بام عارفة ان دانون وقت ما بيكون مكتئب ما بيفكرش ولا بيهتم بنفسه بقرر انها تروح عنده وبيكون معاها اكل، ودانون اول ما بيشوفها بيفضل يعيط في حضنها وبيصعب على بام، وهنا بام بتتأكد انه شخص كويس وطيب جدا وبتتكلم معاه وبتهديه وبتطمنه انها هتفضل جنبه على طول وانها هتسمعه كمان، وعاوزة تعرف هو ليه خبى عنها الموضوع ده. وهنا دانون بيتأكد هو كمان ان بام بتحبه جدا وبيقرر يحكي لها كل اللي حصل معاه، وهو ان وقت ما ضرب الشخص اللي ضرب اخته الشرطة جت وحبسته، وهو ده سبب الصور اللي اتنشرت. وعلى الرغم من ان دانون بيكون حكى لبام على كل حاجة الا انها بتفضل زعلانة لانه خبى عليها الموضوع ده، وبتعرفه انها بتحبه ومستعدة تقف جنبه لكن ما يخبيش عليها اي حاجة تاني لانها محتاجة انها تثق فيه بشكل كامل. والاتنين بيكونوا منهارين وبيفضلوا يعيطوا وهم حاضنين بعض. يا سلام. وبعد كده بيفكروا يشوفوا طريقة يحسنوا بيها صورة دانون للجمهور علشان يرجع يشتغل تاني، وبيقرروا يعملوا مؤتمر صحفي عشان يحكي كل اللي حصل معاه، وفعلا بيحضر دانون المؤتمر وبيحكي قصته مع اخته، والصحفيين بيتعاطفوا معاه وبيحسوا انهم اتسرعوا في حكمهم عليه، وبيستغل فرصة البث المباشر وبيتكلم على اخته اللي من ساعة ما خرج من السجن وهو بيدور عليها وبيوجه لها رسالة عشان ترجع له. وبيروح دانون يشكر بام لانها وقفت جنبه علشان تساعده انه يطلع من الظروف اللي حصلت له دي، وبكده بتكون مشاكلهم اتحلت اخيرا وبيبداوا ينظموا حياتهم مع بعض. واللي بيزود فرحة دانون انه بيلاقي مديره بيديله عنوان واحدة تعرف معلومات عن اخته، ودانون بيكون عنده امل ان هو يلاقيها. وتاني يوم بام بتروح مع دانون على العنوان وبيرنوا الجرس وبيلاقوا البنت اللي جت الشركة قبل كده بتطلع لهم من البيت وبيسألوها على ماريا، لكن البنت بتنكر انها تعرف حاجة عنها. وتاني بيخيب امل دانون في انه يلاقي اخته، وبام بتفضل جنب دانون عشان ما يحسش بالزعل. لكن بعد شوية دانون بيلاقي رسالة من نفس
نفس البنت اللي كانوا عندها من شويه، وبتكون بعتلهم موقع مكان يتقابلوا فيه، واول ما بيوصلوا بيلاقوا المكان ده كنيسه والبنت مستنياهم هناك وبتديهم دبلة اخته. فبيتاكد ان البنت دي تعرف اخته وبتقوله لو عاوز تعرف مكان ماريا تعالى معايا، وبتاخد البنت دانون على قبر ماريا اخته. واول ما دانون بيعرف ان اخته ماتت بيفضل يعيط بقهرة وحسرة عليها، وبيفهم انه طول الوقت كان بيدور على واحده مش موجوده اصلا. وهنا البنت بتتكلم وبتحكي له على كل اللي حصل مع ماريا وقت ما دانون دخل السجن، وبتقوله انها ما كانتش قادره انها تتخطى حادثه الشخص اللي اعتدى عليها وبتنتحر، وبتسيب رساله انها انتحرت لانها مش قادره تتعايش بسبب اللي حصل وبسبب بعد دانون عنها. ودانون بيفضل مصدوم فتره بعد ما تقبل وفاه اخته بمساعده بام اللي بيكون مبسوط بوجودها جنبه في اللحظات الحزينه وقدرت تخليه يقف على رجله من تاني. وهنا دانون بيلاحظ انه مش هيقدر يعيش من غير بام ابدا، وبيعرض عليها تروح تعيش معاه في البيت، لكن بام بتقوله انه مش هينفع لان جدها مش هيوافق على علاقتهم. وهنا دانون بيقرر ان هو يتعرف على جدها ويحاول يقرب منه علشان يخليه يوافق على علاقته بيها، وبيتفقوا ان بام هتروح البيت تمهد للموضوع لجدها، وبعد كده هو يجي يعترف لجدها بحبه. وفعلا بام بتروح البيت، لكن بتلاقي داوود كان في البيت وبيصلح حاجه ويمشي، وبتقعد بام مع جدها وبتعرفه ان في شخص في حياتها، وبتكون متردده تقول له هو مين الشخص ده بعد ما بتشوفه وهو بياخد الدواء، وبتكون خايفه يحصل له حاجه. لكن في اللحظه دي داوود بيكون واقف على الباب وبيسمعها وهي بتتكلم مع جدها، وبيكون متضايق جدا لان هو بيكون معجب بيها، وبيلاقي دانون جايبه عربيته، لكن بام بتطلع له وبتعرفه انها لسه ما قالتش لجدها حاجه، وبيلغوا الخطه اللي اتفقوا عليها سوا، وبتعرفه يتكلم معاه في وقت تاني. وتاني يوم دانون بيروح التصوير وبيلاقي ان التصوير في مكان على هيئه زنزانه، وبيفتكر اللي حصل معاه وبيروح يكلم بام وبيقول لها تيجي تحضر معاه التصوير، وبام بتوافق. لكن في اللوكيشن جيني بتكون مسؤوله عن الاعلان وبتكون مخططه للتصوير ده مخصوص عشان تأذي دانون، لكن دانون بيعرفها ان الخطط بتاعتها مش هتجيب معاه نتيجه مهما عملت، وبيكمل تصويره عادي. وبعد شويه بام بتوصل على اللوكيشن وبتيجي جيني وبتاخد بالها منها، وبيكون باين في عينيها نظره شر، وبام بتروح لدانون علشان تبارك له بعد ما التصوير خلص خالص. وقبل ما يمشوا بتيجي جيني وبتقول ان في خاتم ضاع منها، وبتطلب من كل الموجودين ان محدش يمشي قبل ما تفتشه. وزي ما كلنا توقعنا من نظره الشر ان جيني خططت انها تحط الخاتم في شنطه بام عشان تكسر قلب دانون على حبيبته. وطبعا بام بتدافع عن نفسها وبتقول انها ما سرقتش حاجه، لكن محدش بيسمع لها، وبتتصل جيني على الشرطه علشان تيجي تقبض على بام. وفعلا بام بيتقبض عليها، وبتيجي جيني وبتقول لدانون انت لو وافقت انك ترتبط بيا ما كانش ده كله حصل، اتحمل بقى نتيجه افعالك. انا ما شفتش بجاحه كده بصراحه. ودانون بيكون اتعصب جدا من كلامها وبيحاول يمسك نفسه وما يضربهاش عشان يقدر يطلع بام من المصيبه اللي حصلت. وفي المركز الشرطه بتحقق مع بام، لكن بام بيكون مصره انها ما سرقتش حاجه، بس للاسف ما فيش اي دليل على كلامها، وبتتحبس وبتفضل تعيط لحد ما الضابط بيجي وبيعرفها ان دانون جه دفع لها الكفاله وانها تقدر تخرج. وبتطلع وبتلاقي دانون مستنيها وبتجري عليه عشان تحضنه زي الاطفال الصغيرين، وبتفضل تعيط في حضنه. انا كمان عاوزه اعيط. ودانون بياخد بام علشان يخرجها من الحاله اللي هي فيها، وما بيكونش محتاج من بام خالص انها تبرر له موقفها لان دانون بيكون مصدقها وواثق فيها. والمفاجاه بقى انه بيقول لها ان وجودي في حياتك عامل لك مشاكل كتير، وبيكون قرر انه يبعد عنها عشان حياتها تكون احسن، وانه محتاج وقت عشان يفكر في شكل علاقتهم. وطبعا بام بتتصدم من الكلام ده وانا كمان، وما بيكونش عاوزاه يمشي ويسيبها، ومش مستوعبه ان دانون خلاص علاقته بيها انتهت، وبتفضل قاعده تعيط وهي منهاره. وتاني يوم بام بتروح على البيت وهي تعبانه جدا، وبيشوفها داوود وبياخد باله منها وبيحاول انه يخرجها من الحاله اللي هي فيها، وبتفتكر انها راحت على بيت دانون عشان تعرف هو ليه عمل معاها كده، لكن دانون ما بيرضاش يفتح لها وبتفضل تعيط. وفي الوقت ده بتكون مامة بام عرفت باللي جيني عملته مع بام، وبتروح تزعق معاها وبتهددها انها تبوظ لها شغلها كله. اخيرا فوت يا ست الحبايب يا حبيبه. لكن في بيت دانون اللي بيكون منهار بيجيله اتصال من جيسي اللي بتكون اتفقت معاه انه يبعد عن بام، وبنرجع فلاش باك لورا عشان نعرف ايه اللي حصل وقت ما دانون كان بيحاول يلاقي اي دليل يمسكه على جيني. فبيقابل جيسي اللي بتكون مصوره جيني وقت ما كانت بتحط الخاتم في شنطه بام، وبتساوم دانون يبعد عن بام في مقابل براءتها. وطبعا يرجع لجيسي تاني، وبنرجع للوقت اللي احنا فيه، وجيسي بتروح على اسم الشرطه وبتقدم الفيديو بعد ما اتاكدت ان دانون انفصل عن بام، والشرطه بتستدعي جيني للمركز وبتواجهها بالفيديو. وهنا جيني بتتكشف قدام الصحافه وقدام الكل، وطبعا ده بيكون من تجهيز مامة بام اللي بتكون قصده انها تكسر كبرياء جيني. وبعد فتره بام بتكون رجعت لحياتها، لكن بتكون مصدومه بسبب اللي حصل معاها، وجدها بيكون قلقان عليها جدا وبيعرفها انه مش معارض انها ترتبط باي حد لانه واثق فيها وفي اختياراتها، وبيطلب منها تعرفه على الشخص اللي هي اختارته.
وهنا بام بتنهار اكتر لان علاقتها بدانون انتهت، وبترجع بام تدرس في المدرسة، وبعد الشغل بتروح عند داوود عشان تجيب طلبات للبيت، وداوود بيطلب منها تديله فرصة يقرب منها وترد عليه، لكن بام ما بتردش عليه وبيفضلوا اصحاب. وشركة مامة بام بتكبر بعد ما كانت هتتدمر، وشركة جيني بتنهار بسبب سلوكها، لكن ما بتسكتش وبتهاجم جيسي اللي سلوكها وسمعتها سيئة جدا في عالم الازياء، والشركات بتلغي الاتفاق معاها. وطبعا جيسي تسكت؟ لا طبعا ما تسكتش، بتروح على مركز التجميل بتاع جيني وبتتنكر في شكل بنت عادية خالص، وبتدخل وبتحط مادة تضر ببشرة الزباين، وبتصور ده عملي وقت الجلسة، وطبعا وشها بيبوظ قدام الجمهور كلهم. وبكده شركة جيني للتجميل بتنهار كليا والشركة بتفلس، وده بيخلي جيسي طبعا مبسوطة جدا، شيطانة بس ذكية. وبعد 10 شهور دانون بيفضل يزور اخته في قبرها وبيقعد يتكلم معاها بالساعات، وبتكون اخته وحشاه جدا، وبام بتحاول انها تعيش حياتها، لكن دانون بيفضل في بالها وبتفتكر اخر لحظات كانت بينهم، وبتروح تقول لجدتها انها عاوزة تقص شعرها بعد ما بتكون قررت انها لازم تغير حياتها كلها. وبتروح لداوود وبتعرفه انها مش هتقدر تظلمه معاه لان فعلا قلبها لسه مع دانون وحرام انها تظلمه معاها، وبتسيبه وتمشي. وبيروح داوود وبيتكلم مع دانون في نادي الملاكمة وبيحاول يفوقه من الحالة اللي حط نفسه فيها، وبيفضل يستفزه عشان يرجع لبام، وبيفهمه ان بام بتحبه ومش قادرة تستغنى عنه. وبعد ما داوود بيمشي دانون بيفضل يفكر في كلامه وبيفتكر بام ولحظاته الأخيرة معاه. وفي الوقت ده جيسي بتنجح جدا في شغلها ومش بتدي لأي حد فرصة انه يستغلها في الشغل بتاعها. وفي يوم بعد ما بتخلص شغل بتقابل دانون اللي بيروح يتكلم معاها عشان تسيبه يشوف حياته مع بام، وجيسي بتقوله يروح لها بعد ما بتحس ان هو من ناحيتها مفيش خالص ومش مهتم بيها، فبيحضنها وبيمشي. وبتفتكر جيسي داوود لما راح عندها عشان يعرفها ان دانون بيحب بام وانه مش هيقدر يعيش من غيرها، واخيرا بتقتنع بده. وفي بداية السنة الجديدة بام بتحضر البيت علشان تحتفل برأس السنة، وفجأة بتلاقي دانون جاي بيتكلم معاها وبتكون متضايقة منه جدا، ما انت لو اخدتي موقف من الاول كان زمانه عارف مقامك يا خايبة. وبيقعد دانون يحكي لها سبب انفصاله عنها وبيعتذر لها عن الوجع اللي سببه لها، وبيعرفها انه جاله عرض شغل في امريكا ولو ما وافقتش تفضل معاه هيسافر على امريكا ومش هيرجع تاني. وبام بتعرفه انها اتغيرت خالص وانها مش عاوزة اي حاجة تضايقها ولا تضايق جدها منها لانها مش مستعدة تزعله منها تاني لأي سبب، وبتفضل تعيط. وفي الاخر بيقدر يصالحها وبام بتسامحه، انت ما بتحرميش بقى. وتاني يوم بام بتروح لداوود عشان تشكره على وجوده جنبها وبتمشي، لكن داوود بيقابل صاحبته من ايام الكلية وتقريبا كده هيرتبطوا ببعض، وبام بتشوفه وبتكون مبسوطة جدا ان اخيرا داوود لقى الشخص اللي هيكمل معاه حياته. وبكده ما بيكونش فاضل غير الجد انهم يعني يروحوا يتكلموا معاه علشان يقنعوه بعلاقتهم بعد ما بيكون اصلا رحب ببنته وابنها في البيت. وبام بتاخد دانون علشان تعرفه على جدها، لكن جدها اول ما بيعرف ان دانون هو الشخص اللي بتحبه بام بيروح بسرعة يجيب المسدس عشان يقتله لانه بيكون خايف اللي حصل مع بنته يحصل مع بام. وكل اللي في البيت بيحاولوا يهدوه علشان ما يضربش الرصاص، لكن بيضرب الرصاصة وبتيجي في مامتها، وحفيده بيكون متضايق منه جدا والكل بيفضل يلومه. وبتتنقل المستشفى لكن بتكون حالتها كويسة، وبام بتفضل مع مامتها تهتم بيها، وبيحاولوا يرجعوا العلاقة بينهم من تاني اللي هي علاقة الأم ببنتها. وبيجي باباها وبيطمن عليها، وأظن إنه جه الوقت بقى إنه يسيب كل الخلافات على جنب ويبدأوا صفحة جديدة. وطبعا دانون بيكون موجود مع بام، والجد بيلاقي إن دانون واقف جنبها، وأخيرا بيقتنع بعلاقتهم لما بيلاقي إن دانون واقف مع بام في أصعب مواقف وظروف بيمروا بيها، وبيتكلم مع بام وبيتأكد منها انها بتحب دانون. وبكده بتكون المشاكل كلها اتحلت، ودانون بيطلب من بام الجواز على الشط، وطبعا بام بتوافق بكل سهولة كالعادة يعني، واخيرا بيعيشوا حياة جميلة مع بعض. ولحد هنا بيخلص ملخص مسلسلنا على سعادة الابطال كلهم مع بعض. ويا ريت كل اخواتي واصبع على الصلاة في مواعيدها، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.